هو واحد من أكبر اللاعبين في مراكز الهجوم في ريال مدريد، ومش في ريال مدريد بس، هو واحد من أكبر مراكز الهجوم في تاريخ كرة القدم. بدأت الأخبار بدري بدري الموسم ده، وكالعادة في كل موسم أنا تقريبا كده من 2011 بسمع او الصحافه العالميه كلها بتعمل سبوت على لعيبه ريال مدريد بس، وان هم ازاي كل موسم ينكدوا على الجماهير في يعني من 2011 لحد 2018. وكل سنه بسمع ان رونالدو ماشي، وكل شويه نادي شكل بيعرض عليه. خلصنا من رونالدو، جه بعدها راموس، وهو اللي كان شايل الفريق من بعد رونالدو. برضه مشاكل في تجديد عقده ومش هيجدد، وهيروح مانشستر وبعدين هيروح باريس سان جيرمان، وفي الاخر راح باريس. خلصنا من رونالدو، خلصنا من راموس، يعني مين اللي ماسك الفريق دلوقتي ومين احسن لاعب في الفريق؟ بنزيما. نسيبه؟ لا، ما نسيبوش. تعالى كلام في السعوديه واخبار هنا وهنا وهنا وهنا. طب ممكن تشوف حد تاني غير ريال مدريد ممكن تتكلموا عليه، ممكن تقولوا اخبار عنه. مش معقول يعني مفيش لعيبه في العالم كلها غير في ريال مدريد. اقول لكم على حاجه، بينا على التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأناها بدري بدري الموسم ده، بدأناها مع واحد هو من عواميد فريق ريال مدريد على مدار موسمين أو 3 مواسم كمان. بنزيما هو أفضل مهاجم في تاريخ ريال مدريد، ومش في تاريخ ريال مدريد بس، لا ده في تاريخ كرة القدم. انت لو جيت ذكرت الظاهرة رونالدو ممكن تذكر بعد الظاهرة رونالدو بنزيما على طول، مع كامل احترامي لسواريز، من ابراهيموفيتش، الكافاني، لاي اسم هو هيخطر في بالك. بس حرفيا مفيش حد جه من بعد رونالدو الظاهرة وبعد غير كريم بنزيما. بنزيما اللي الاخبار بتقول عليه او كانت طالعه من اسبوع وبقالها اسبوع ان هو خلاص بقى قاعد لوحده، ما بيكلمش حد، وكل تفكيره دلوقتي على العرض بتاع السعوديه، وان هو خلاص جديا قرب يوافق على العرض. بصراحه هو عرض مغري جدا جدا جدا، مش لبنزيما بس، لا ده لاي لاعب كمان هو هيتعرض عليه. لك ان تتخيل انه معروض عليه 100 مليون يورو في الموسم، خالي من الضرائب، حقوق الصور كلها محفوظه ليه، يختار النادي اللي عايزه، يلعب في المدينه اللي عايزها. بس الكلام على اتحاد جده ان هم بعد ما خدوا الدوري السنه دي عايزين هيشاركوا في كاس عالم الانديه في شهر 12، فعايزين ان هم يعملوا اداء مشرف في كاس عالم الانديه. في مشيان او في واحد من عمود من عواميد الفريق من بعد رونالدو وراموس هيمشي، من بعد رونالدو وراموس وهو مشوا الاثنين، فانت هتعمل خلل رهيب في الفريق، وهتحمل واحد زي فينيسيوس مسؤوليه ان هو يشيل الفريق بشكل كبير جدا في الهجوم. كمان عندك الكبار اللي في الفريق بيعتزلوا اللي هم مودريتش وكروس، فانك ما توفرش البديل بسرعه هتعمل مشكله. احنا شفنا بنزيما على مدار موسمين او 3 هو شايل الفريق حرفيا. شفنا مساهماته في الماتشات، وان هو قدر يخلص ماتشات الموسم اللي فات في دوري ابطال اوروبا، وخلص ماتشات كبيره، بالذات كان ماتش تشيلسي وماتش باريس سان جيرمان وماتش كمان مانشستر سيتي، الموسم العظيم اللي عمله السنه اللي فاتت. كمان الدوري اللي كان مساهم فيه بشكل كبير جدا، واللي هو كان البطل الاوحد في ريال مدريد، واللي على اثره قدر ان هو يحقق حلم من احلام حياته، وهو ان يكسب الكره الذهبيه. ده غير كمان مساندته الموسم اللي فات والموسم ده كمان في توهج موهبه زي موهبه فينيسيوس. الراجل انا كنا بنشوف ان هو بيسيب الهجوم وفينيسيوس مضغوط يروح يميل عليه ويسانده في الجبهه بتاعته. واعتقد ان بنزيما هو سبب ولو بسيط جدا في ان هو في وقوفه جنب لاعب بموهبه فينيسيوس ويواجهه في الملعب، فده سبب ولو بسيط زي ما قلت في توهج انفجار في توهج موهبه فينيسيوس، واللي على اثرها كان فينيسيوس قدم موسم جبار جدا في ريال مدريد السنه دي. طيب زي ما قلت ان انت لازم توفر البديل، والبديل لازم يبقى لاعب بامكانيات عاليه جدا جدا. طب مين البديل اللي انا كان قصدي عليه، او اللي انا في دماغي ان هو مفيش حد هيخرج عنه؟
هو هاري كين خلاص، هو انت فاضل له موسم الجاي في عقده وهيبقى فري. فطبعا واحد زي اللي دانيال ليفي وعارفين قد ايه هو ما بيفرطش في لعيبته بالساهل، بس انت قبل كده جبت منه مودريتش وجبت منه واحد زي جاريث بيل، فانت خلاص وخدت على خلينا نقول صعوبته وما نقولش لفظ تاني في الصفقات، وان هو انت بقيت تعرف تخلص معاه. اللي انا شاكك واللي انا حاسه كده من بيريز واللي هو بقى يتبعوا الموسمين اللي فاتوا في جلب الصفقات الفري. طب انت قصدك على مين؟ انا قصدي على اللي جه في دماغ حضرتك، ايوه هو فيرمينو. والاعتماد كمان مش على فيرمينو بس، اللي هو ممكن يصبر نفسه بفيرمينو ويقول لك بس ده انا متعاقد اصلا مع اندريك اللاعب البرازيلي الموهبه البرازيليه اللي خلاص هيجي لي في 2024. يعني انت كده حضرتك بدل ما بتعالج كارثه انت بتزود الكارثه كده، بتزود الطين مبله. اللي هو ازاي؟ يعني انت بتحل مشكله المستقبل وانت الحاضر اصلا عندك بايظ. فلازم نحل ولازم الحل يكون سريع، لان انت عندك لاعب كبير هو هيمشي ويسيب الفريق احتماليه 90%، ودي القريبه ان هو هيمشي فعلا. فانت لازم تحل بسرعه كبيره جدا. واحد زي هاري كين ما ينفعش يضيع منك. هتقول لي بقى 100 مليون، هتقول لي اصل انا ازمه اقتصاديه. احنا بقى لنا 3 مواسم بالظبط او موسمين احنا ما بنصرفش حاجه. فانك تضيع لاعب بالامكانيات بتاعت هاري كين، انك في كل موسم اللاعب بيسجل مش اقل من 25 هدف، والموسم ده مسجل 30 هدف في دوري بقوه وحماسه الدوري الانجليزي، فهتبقى كارثه على الفريق. قبل ما انهي الفيديو، انا فاكر كده في سنين فاتت كتير جدا انا حرفيا احنا فرطنا في مهاجمين تقال جدا جدا لاجل خاطر عيون بنزيما. انا فاكر ان من ضمن الحاجات برضو اللي حصلت عشان خاطر بنزيما، وسبحان الله مفيش مدرب انت بالرغم ان احنا كنا عمالين بنشتم فيه ونلعنه وده لازم يمشي وده لا وده لازم. انا فاكر ان يعني واحد زي زيدان مدرب زيدان لما مسك الفريق انا كان من رايي ان هو كان بيحط بنزيما وبعدين بيحط ال10 لعيبه الباقيين حوالين بنزيما. مورينيو لما جه خيروه بين ان هو لازم يتخلى عن هيجوايين وبنزيما، هو مشى هيجوايين وساب بنزيما. انا فاكر كمان ان انشيلوتي اتعرض عليه ليفاندوفسكي وسواريز وهو ما رضيش فيه عليهم بسبب خاطر بنزيما. هو حتى لو مشي فهو لاعب قدم لك كل حاجه قادر عليها، وكان سبب من اسباب يعني ان هو يجيب دوري ابطال ال14 السنه اللي فاتت، وكان سبب من اسباب في مساعده رونالدو في تخليص ماتشات كتيره بالمساحات اللي كان بيفتحها، رغم ان انت اختلفت معاه في وقت من الاوقات، رغم ان انت شتمته، رغم اي حاجه. بس بنزيما هو هيفضل اسطوره من اساطير ريال مدريد التاريخيين. بس كده، مستني ان انت تنزل تقول لي رايك في التعليقات تحت. شايف رحيل بنزيما هيسبب قلق في الخطط الفريق؟ وتقول لي مين اللي انت شايفه مناسب للفريق، هل تفضل فيرمينو ولا تفضل هاري كين؟ وبكده الفيديو بتاعنا خلص النهارده، ومستني راي حضراتكم زي ما قلت لكم في الكومنتات. لو الفيديو عجبك ما تنساش تضغط لايك وتنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. بس كده، سلام.